والله ما كنت أتوقع من هكذا شخص كان محترم، كان رزين، يخرج للأسف يطلع على الناس يتهم المرجع اتهامات باطلة لا أصل لها، لمجرد أن لهذا المرجع وكيل فاسد. يا سبحان الله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقال كل شاة تناط برجليها. يا أخي أنت تحمل المرجع جريرة وكيله؟ طيب يا أخي، هب هذا الوكيل فاسد للأسف، يسرق من أموال الخمس، لجأ للأسف إلى الحرام والعياذ بالله، من زنا وفجور. أنا ما أكذب، الوكلاء مو كلهم معصومين، لا للأسف، لكن أنا أقول هذا إيش ذنب المرجع إنك أنت تعاتب المرجع وإنه ما أحسن الاختيار؟ يا أخي تدري أنت الوكيل شنو؟ هذا وكيل مثلا يجون لحن السيد الخوئي رحمه الله، مثلا أنا أمثل يعني السيد الخوئي، جاءوا مثلا جماعة من هالبلد الفلانية في دولة خليجية، قالوا له احنا نبغاك ترشح لنا هذا الشيخ. قال تزكونه؟ قالوا له ايه نزكي، انسان فاضل، انسان كذا وكذا. بعد السيد الخوئي ما يقولون بعد نغسل وضامن الجنة، لا، بس قالوا ما دام ترضون به والحمد لله خلاص. هذه الوكالة ما بالضرورة إن المرجع لا يدرس حيثيات هذا الوكيل من الألف إلى الياء، ولا لك حق أصلا أنت تتهم المرجع بجريمة هذا الوكيل. يا أخي انحرف هذا عن الجادة، والمرجع ايش ذنبه يعني؟ هل هو بعلم المرجع؟ هل المرجع قال له راح انحرف؟ آمر بالانحراف؟ عندك دليل على ذلك؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما تخرصات وأباطيل وأوهام هذا ما لها معنى، هذا راح صرف يبقى في سوق النخاسة. أما إن أنت عندك غاية إنك أنت تشكك في مراجعنا وتشكك في ذممهم وتشكك في أخلاقياتهم، فهذا شيء ثاني. هذا عندك أنت غاية للأسف، نعم عندك غاية بدون دليل، لأنك ما قدم دليل إن هذا المرجع يعلم بجريمة هذا الوكيل، يعلم بسرقات الحقوق الشرعية لهذا الوكيل، يعلم بانحراف هذا الوكيل. لا يعلم. يا أخي الخيانة هذا واردة في كل حدب وصوب مثل ما يقولون، وفي كل زمن مثل ما يقولون، يعني في كل وادي مقبرة، في كل وادي مقبرة. يعني أنت حين مثلا أنا أمثل الآن، هل من المعقول الإمام الحسن عليه السلام لما خانه عبيد الله بن عباس، أخو عبد الله بن عباس، عبيد الله بن عباس ابن عم الإمام علي بن أبي طالب من عمومتهم، وكان قائدا للجيش، ولكنه خان وذهب إلى معاوية بن أبي سفيان وصار قائدا في جنده. يلا خان، يلا هذا تحمل الإمام الحسن رزية هذا عبيد الله بن عباس، خيانة عبيد الله بن عباس. وين عقلك يا أخي؟ وين الفكر اللي تفكر فيه يعني؟ لا يا أخي، الإمام كان قائد وكان ابن عمه وكان محترم الرجل وكان مدافع عن أهل البيت، واشترك في معارك واشترك كذا وكذا في معارك أبيه، ولكنه خان.
قرت المادة، الفليسات قرتها، وكم وكم وكم. لكن أنا ما أجي، ليس من المعقول أنا أقول الإمام الحسن. كذلك أخوه يقال أن عبد الله بن عباس حبر الأمة عندما كان وكيلا على البصرة بأمر واليا على البصرة من قبل الإمام عليه السلام، الإمام علي أمير المؤمنين، سرق مال البصرة. يلا عاتبه الإمام علي وكذا وكذا، قصة طويلة. طيب ماذا بنا هنا؟ الإمام علي سيد المتقين، تحمل أنت الإمام علي هذا الذنب. ما هكذا تورد الإبل يا سعد، ما هكذا تورد الإبل يا سعد. أعظم من ذلك، أنا أقول لك أعظم من ذلك. أنت إذا انتهجت هذه القاعدة، وهذا للأسف هذا الطريق الملتوي، أنت حتى الله سبحانه وتعالى. كم خائن لله وهو الذي خلقه ورزقه. أنا راح أعطيك مثل واحد. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. بلعم بن باعورة ما كان عند الاسم الأعظم، ما كان من علماء وأحبار اليهود على أيام نبي الله موسى، إلى أن قال سبحانه وتعالى بعدين: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يلا يحمل الاسم الأعظم، خان للأسف. يلا شو تقول في هذا بعد؟ إيه شو تقول في هذا يعني؟ طيب يجيك من الأئمة عليهم السلام علي بن أبي حمزة البطائني الذي وقف على إمامة موسى الكاظم، سرق أموال، كان وكيل الإمام موسى الكاظم عليه السلام، مؤتمنه وثقته. طيب لكن الفلوس قرته. طبعا هو مع زياد القندي وعثمان الرئاسي وخيره وخيره، لا داعي لأنفصل في ذلك. خان الأمانة ولا ما خان الأمانة؟ قال لا أبدا. أنكر إمامة الرضا عليه السلام، أنكر إمامة ابنه الإمام الرضا علي بن موسى الرضا عليه السلام. يلا هذا يعني نتحمل الإمام الكاظم عليه السلام، تحمل الإمام الكاظم وزر هذا المنحرف، وزر هذا الخائن. خذ على سبيل المثال ابن أبي العزاقر الشلمغاني، محمد علي مهدي الشلمغاني، هذا كان من خواص أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام. ماذا فعل هذا الشلمغاني المنحرف ابن أبي العزاقر؟ ما خان الأمانة، ادعى المهدوية ونافس الحسين بن روح إلى غير ذلك. كان ضالا مع أنه عالم وله مؤلفات جمة ما شاء الله، كان من المبرزين في المذهب الشيعي الشلمغاني وغيره. شعدد لك. لكن يا أخي مو من المنطق إنك تتهم مرجع. يلا أجل أنت تتهم الآن الشلمغاني، تتهم الحسن العسكري أنت. يعني الحسن العسكري ما أحسن الاختيار؟ أحسن الاختيار. كذلك الحسن أحسن الاختيار، ولكنه خان الله سبحانه وتعالى، خان فيهم كذلك من صحابة النبي ما كانوا منافقين. ما حد انقلب على النبي صلى الله عليه وآله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. انقلبوا. أصحابي ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هذا يعني اتهام باطل، تخرصات.
أباطيل يا أخي، اتق الله، لك غاية في تشويه مراجعنا. لا حول ولا قوة.